ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم بقى محشي ورق عنب. طبعا الجو ساقع ومفيش حاجه تدفي الايام دي الا المحشي باي نوع بقى. هعمل معاكم محشي ورق العنب وفراخ مشويه كده، بانيه مشوي على الجريل. طريقته سهله جدا وطعمه تحفه. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه معايا بصله كبيره مقطعاها كده مخرطاها صغير، او ممكن تعملوها في الكبه زي ما انتوا عايزين. وبحط بقى في الحله معلقه كبيره من الزيت ومعلقه من الزبده. وبعد كده هنزل بنص كمية البصل، وهسيب النص التاني على جنب. دلوقتي هقول لكم هنعمل بايه. على فكرة بقى طريقة المحشي دي بطريقة حماتي بتعمله بصراحة تحفة. وانا اتعلمت الطريقة دي منها. هحط نص البصل وبعد كده هقطع عليه قرن فلفل حامي، او بارد طبعا لو مش بتحبوا السبايسي. وبعد كده هحط فص توم كده كبير او فصين توم، وهشوحهم كويس كده لغاية ما البصل يدبل معايا وياخد لون كده. وبعد كده هنزل بالطماطم المعصورة. مش لازم طماطم المحشي ان احنا نصفيها خالص، مش لازم. وبعد كده ما البصل دبل معايا هنزل عليه بالطماطم المعصورة. وبعد كده هقطع طماطمايه قطع صغيرة. وهحط بس الملح ومش هحط اي بهارات على الصلصة وهي بتتسبك. وبعد كده بقى هقطع خضرة المحشي، هقطعها رفيع خالص ما تبقاش عريضة كده. انا بغسلها بعد ما اقطعها، بحسها بتكون اسهل يعني. وبغسل الرز واصفيه كويس جدا، وبرده بعد ما اغسل الخضرة بصفيها كويس جدا عشان مبقاش فيهم مية. وهنا بقى بقية البصل اللي سبته بحط عليه فصين من التوم، وهحط عليه بقى التوابل. مش هحط التوابل على النار خالص. هحط معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة بابريكا وشطة كزبرة ناشفة، ونص معلقة كده من الكمون، ومعلقة صغيرة من بهارات اللحمة. يبقى تاني بحط عليه بابريكا، شطة، بهارات لحمة، كزبرة، كمون. وبعد كده هحط عليه معلقة كده من الزيت، واخلطهم بقى كويس كده مع البصلة والثوم. وهحط بقى البصلة دي على الرز، وبعد كده هنزل بالخضرة والصلصة بعد ما تتسبك طبعا. ولازم نسبك الصلصة على الاخر، ما يبقاش فيها مية. اول ما الزيت كده يطلع على الوش نعرف ان هي اتسبكت. طبعا بقى بتزودوا الكمية زي ما انتوا عايزين حسب كمية الرز اللي هتعملوها وكمية المحشي. وبعد كده بقى هنزل بخضرة المحشي، وكده بقى كانت جاهزة معايا. وكنت بقى جايبة ورق عنب مجمد فبسلقه في مية الاول. لو ما سلقتهوش هيطلع كده مجلد شوية، مش هيبقى حلو يعني. فالافضل ان انتوا تسلقوه الاول. هو ما بياخدش وقت خالص على النار يعني، هو دقيقتين كده، 3 دقايق بالكتير وخلاص تشيلوه.
والمفروض ان هو ما يتسلقش كتير علشان ما يتهرش منكم اثناء التسويه يعني. وهنا بقى هنعمل تتبيله البانيه المشوي. بجد خلطه سهله جدا جدا وكمان طعمه تحفه. معايا طماطمايه مبشوره وبصلايه مبشوره. اللي مش عايز يحط البصل زي ما هو كده ممكن تاخدوا ميه البصل بس كده كده اصلا اما نيجي نحط البانيه على النار بنصفيه من اي حاجه فيه، من اي بصل او طماطم او قشر طماطم، علشان ايه؟ ما يتحرقش. بس انا بحب طعم البصل يكون فيه، عشان كده حطيت البصله زي ما هي يعني، فاهمين؟ وهحط معلقه صغيره من الفلفل الاسود ومعلقه صغيره من الثوم البودر والبصل البودر ومعلقه صغيره من الكاري، وحطيت نص ليمونه ومعلقه كبيره من الخل، وحطيت معلقه زيت وقلبت بقى كل ده كويس مع بعضه. وطبعا الملح. وهحطه بقى على البانيه اللي انا مقطعاه وهدخلها التلاجة ساعة مش اقل من كده علشان يبقى فيها طعم التتبيلة. بجد والله يا جماعة طعمه تحفة جدا، واخف بقى كتير من البانيه المقلي. وبعد كده بقى جبت خلطة المحشي وحط عليها كده 3 معالق من الزيت علشان تبقى مفلفلة ما يبقاش معجن. وكمان انا مش هقدح لورق العنب زيت. وبحشي بقى على الوش الخشن. وحطيت في ارضية الحلة كده طماطم علشان ما يلزقش معايا احتياطي يعني. الحلة كده كده ما بتلزقش، بس ممكن يلزق مننا لو علينا النار ولا حاجة. فاحتياطي كده بنحط طماطم وكمان بتدي طعم حلو. وهحشي بقى ورق العنب زي ما انتم شايفين، بحط كده الخلطة بالطول علشان يبقى الصباع كده طويل، ما يبقاش مكبب كده وشكله مش حلو. بحطه بالطول والفه كده من الجنبين زي ما انتم شايفين كده. مش محتاجة ان انا اشرح لكم يعني. وبعد ما خلصت بقى كل الكمية دي ممكن بقى تسقوه بشوربة لحمة زي ما انتوا عايزين. انا ما بحبش اسقيه باي شوربة اصلا، وعامة ما كانش عندي شوربة، بس بعمل له مية سخنة وبحط عليها معلقة كبيرة من البابريكا او الصلصة ومعلقة ملح، وبسقيه بقى لغاية ما المية تغطي اول صباع كده منه. وفي الاول كده بعلي، وبعد ما بيتشرب المية بوطي عليه. وهنا بقى كان بيتشرب خلاص المية، فهحط عليه معلقة كبيرة من السمنة، بتديله طعم فظيع جدا جدا بجد. وهنا بقى سخنت الجريل بتاعي، وهحط عليه البانيه، وهحط كده عليه شويه من الصوص بتاعه. وزي ما انتم شايفين ما حطيتش ولا قشر طماطم ولا البصل. واهم حاجه ان انتم ما تقلبوهوش على الجنب التاني الا ما تتاكدوا ان هو استوى علشان ما يتهرش منكم. انتوا هتلاقوا اصلا ان هو اتفصل كده من، يعني هو بيبقى لازق في الجريل اول ما بتحطوه، اما بيستوي بتلاقوه فصل خلاص عن الجريل. اتمنى تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش بقى لايك للفيديو وسبسكرايب للي اول مره يشوف قناتي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.
الله، بجد يا جماعه انا جوعت قوي.